تحت قطرات المطر وفي أجواء إيمانية استثنائية، كلية الفنون الجميلة أقامت مهرجان الجرح بنسخته الثانية بمناسبة استشهاد الإمام علي عليه السلام، لتسجل هذه الأمسية الرمضانية أول زيارة وزارية إلى كلية الفنون الجميلة. في هذه الليلة المباركة تتجلى خصوصية لا تتكرر في أيام الشهر الفضيل، حيث ترتفع مشاعر التواصل من الله سبحانه وتعالى إلى أعلى مستوى من المناجاة والدعاء والتوسل. كلية الفنون الجميلة تعاطت مع هذا الاستشهاد وهذا الجرح تعاطي أكاديمي علمي مدروس عبر مجموعة من الفعاليات الثقافية والنشاطات الفنية المتنوعة، ابتداء من كورال، أناشيد وموشحات لطلبة وطالبات قسم الفنون الموسيقية، ومرورا بمعرض تشكيلي لأبرز الرسامين على مستوى الأساتذة وطلبة الدراسات العليا وطلبة الأولية، وانتهاء بالأجل حارس، وهو دراما شعائرية كتبها الدكتور حميد صابر وألف وأخرجها المخرج سنان العزاوي. طالبات وطلاب الكلية استذكروا المناسبة الأليمة بمعرض تشكيلي ثم بأداء أنشودة لا ننسى عليا، ثم تم تقديم العمل المسرحي الأجل حارس، الذي وصفه الجمهور بالعمل المتكامل تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً، وكذلك دقة تنفيذ التقنيات الفنية. لكم حسن العاقبة. أترتد بدماء أهل بيت النبوة؟ لما تظن من الأمر الشخصي؟ وظل من لم يهتدي إلى نورك أبدموا عن هوى ينطر درب جنة وخلود وموقف التاريخ. لأول مرة في كلية الفنون الجميلة أو ربما للكليات التي تتصور أن تقديم عمل أو تتوهم أن تقديم عمل عن شخصية مثل علي أو الحسين إنما هي تنحاز لفئة أو طائفة، وهذا هو أحد أزمات الفكر والعقل العربي المؤطر بتاريخ مزور جالب منه. فاليوم يجب أن تعرف الأجيال أن الإمام علي عليه السلام هو الإنسانية برمتها. قدمنا عرض مسرحي من تأليف الأستاذ الدكتور حميد صابر وإخراج الأستاذ سنان العزاوي مع نخبة مميزة من نجوم المسرح العراقي وطلبة فنون التربية الفنية والمسرح في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وإن شاء الله كل سنة وكل عام نقدم يعني أقل ما بيدنا إن هذا الرجل العظيم اللي حقق ما حقق من شجاعة، من كرم، من أخلاق، من رسالة دينية للكون أجمع. وبالرغم من هطول موجة أمطار شديدة، إلا أن المشاركين في المهرجان أصروا على تقديم عروضهم وسط حضور جماهيري غفير تفاعل مع العروض. لبرنامج صباحات رمضانية، مناف الموسوي، بغداد.